واحدة من المشاكل الأزلية اللي أغلب الناس بيقعوا فيها هي إنهم يظبطوا ميعاد النوم بتاعهم زي ما هم عايزين. الصعوبة بتكمن في إقناع الساعة البيولوجية لجسمك بالوضع الجديد ليومك، واللي بالتأكيد مش بسهولة تغيير الساعة في موبايلك مثلا. في فرجة خلينا نقولك على شوية نصائح ممكن يساعدوك تغير ميعاد نومك علشان يتناسب مع نظام يومك الجديد. مهم جدا انك تفهم طريقة عمل الساعة البيولوجية جوه جسمك، واللي بطبيعة الحال دورتها الكاملة 24 ساعة تقريبا. الساعة دي هي المسؤولة عن ميعاد نومك وصحيانك، احساسك بالجوع في مواعيد الاكل المعتادة، وغيرها من الوظائف الرئيسية في جسمك. المواعيد دي كلها بتتحدد في ساعتك البيولوجية بناء على التعود. الممارسة المنتظمة لحاجة معينة لعدة ايام هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر بيها تغير في ساعتك البيولوجية. وبالنسبة للنوم فانت محتاج تحدد بوضوح من قبل ما نكمل الفيديو ميعاد ثابت للنوم والصحيان عايز تنتظم عليه لفترة طويلة. أثناء النوم جسمك بيقسم مدة النوم بتاعتك لعدد من الفترات، مدة كل فترة حوالي ساعة ونص، ولقوا إن أنسب وقت تنام فيه أو تصحى فيه هو في بداية أو نهاية أي فترة منهم، ولكن مش في نصها. الكلام ده ممكن يكون معقد شوية، لكن ببساطة تقدر تستعين بموقع زي sleepcalculator.com واللي هيساعدك تعرف تختار المواعيد دي بأفضل وأصح شكل. بمجرد ما تحدد بوضوح ميعاد تصحى فيه لازم تجبر نفسك لمرة واحدة انك تصحى في الميعاد ده بالظبط، بغض النظر عن الوقت اللي نمت فيه، وحتى لو كان عدد الساعات اللي نمتهم اقل من اللي انت محتاجه. بس الطريقة الاسهل والاسرع علشان تغير ميعاد نومك هي انك تبقى محتاج فعلا تنام لما يجي وقت النوم الجديد بتاعك. خلينا نحذرك من دلوقتي ان يومك ده هيبقى صعب شوية، قدراتك الجسدية والذهنية مش هتبقى في احسن حالتها، وهتبقى محتاج للنوم باي شكل. بس انت مش هتعمل كده، تجنب تماما انك تنام ولو ل10 دقايق في نص اليوم مهما حصل، تاني لانك محتاج لجسمك مرهق وعايز ينام. كمان شوية رياضة ممكن يكونوا فعالين لو ما حسيتش بارهاق كافي بسبب الصحيان بدري. في نهاية اليوم المفروض انك تبقى عايز تنام مباشرة اول ما تحط راسك على مخدتك، ووقتها تكون مهمتنا انتهت، ونتمنى ليك احلاما سعيدة. بس في حالات قليلة بعض الناس بيلاحظوا اختفاء رغبة النوم من عندهم في الوقت ده، فلو قعدت اكتر من 20 دقيقة من غير ما تنام قوم فورا من السرير وحاول تعمل حاجة تساعدك على الاسترخاء، زي انك تشوف البلاي ليست بتاعتنا عن النوم واللي فيها فيديوهات كتير هيساعدوك تسترخي وتنام بسهولة. اهم حاجة وسواء نمت بشكل كافي ولا لا لازم تصحى في اليوم اللي بعده في نفس الوقت اللي اخترته للصحيان، علشان زي ما قلنا الاستمرارية والتعود هم اللي هيغيروا ساعتك البيولوجية مش اي حاجة غيرهم. نشوفكم الفيديو الجاي.